لو قلت لكم ان رفايع المطبخ اكتر من 1000 منتج فانا كده مش ببالغ. وفي الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن اهم 30 منتج من الرفايع اللي بنستخدمها يوميا وما نقدرش نستغنى عنها. وكمان عاملين عرض. المنتجات اللي قدام حضراتكم ديت سعرها 700 جنيه بدلا من 780 جنيه، وجايبين الخامات الكويسة. يعني لو في حاجة منها اصل وتقليد او مثلا خامات عالية وخامات قليلة، جايبين الخامة العالية. على سبيل المثال مثلا عندنا مضرب البيض دوت بيكون ب 17 جنيه، جايبين المضرب النظيف اللي هو سعره بره العرض 48 جنيه. لو مثلا فوطة المطبخ زي كده موجود منها اصلي وتقليد، ديت مثلا اللي قدام حضراتكم دي المستورده، وادي دي التقليد، دي سعرها 9 جنيه ودي سعرها بره العرض 14 جنيه. ده طبعا الاسعار ده عند الرحمن. لو مثلا علقه المطبخ ديت سعرها 28 جنيه، ففي بره برضو بتكون ب 12 جنيه، اللي هي برضو عند الرحمن اللي بتتباع بره ب 20 وب 15 جنيه اقل حاجه. نبدأ كده مع بعض نشوف أهم رفايع المطبخ واحدة واحدة كده، عشان ديت ما نقدرش نستغنى عنها ومفيش حد يقدر يستغنى عنها سواء كانت عروسة أو غير عروسة. أول حاجة معانا مصفة الأعشاب. أول حاجة معانا أهي مصفة الأعشاب. طبعا هو مش بقول بالأهمية، بس على حسب اللي بيظهر قدامي. أنا عندي مثلا مصفة الأعشاب دي مهمة جدا، ما ينفعش واحدة تستغنى عنها في المطبخ. بيكون برضو عندي المصفى الكبيرة. خدوا بالكم من الخامة اللي أنا بقول لكم، الخامة النظيفة، الخامة الكويسه. يبقى انا عندي المصفر الصغيره والمصفى الكبيره. شياله الطعميه او شياله البطاطس من الزيت دي من اهم منتجات الرفايع للمطبخ. يعني عمليه جدا وكويسه جدا واستخدامها يومي يعتبر. في منها طبعا خامات، دي الخامه الكويسه منها. لو حتى بتخلع مننا فاحنا بنلزقها بامير، لان في خامة تانية السلك ده نفسه بيتفكك، انما ده سلك قوي. ديت المنتج الكويس. طبعا مضرب البيض زي ما حضراتكم كده شايفين الخامة العالية والخامة الكويسة. دي رفايع ما تقدريش تستغني عنها في البيت. القمع طبعا، لو هنفضي عصير في ازازة، هنفضي اي حاجة، فاحنا بنحتاج طبعا القمع. هنفضي زيت، هنفضي اي حاجة. هراسة التوم برضو من الاساسيات. الحاجات دي زي ما قلت لحضراتكم ب 700 جنيه بدلا من 780. اللي عايز منها الفرط بيكون برضو موجود وباسعار كويسه جدا عند الرحمن سنتر. عندي التوزيع السيليكون. خدوا بالكم توزيع السيليكون اللي يد منه فيه، يعني يده مش هتتخلع، بيبقى فيه اتنين مع بعض ب 9 جنيه وب 8 جنيه. بس طبعا الشغل دوت مش كويس لان اليد بتاعته بتخلع. لو حضراتكم كده شايفين هتلاقي دي الصب السيليكون. لو بصيتوا على السيليكون بتاعها هتلاقيه الطري مش السيليكون الناشف. وكنا اتكلمنا عن الاصل والتقليد، لو لسه ما شفتش الفيديو خش اتفرج عليه. هيبقى مع حضراتكم التلات الفرشه والسباتيولا والمعلقه، دول برضو مهمين جدا بالنسبه للجهاز. ديت العلاقه بتاعه المطبخ، دي العلاقه بتاعه المطبخ ديت الكويسه اللوكس اللي هي بتستحمل تشيل. يعني لو بصيتوا كده هتلاقي يعني حتى شكلها كويس احسن من اللي احنا شفناها مع بعض. طبعا المحشي بيحب اللمه، وعشان كده عملنا في العرض 3 مقاوير. المقوار ده المقوار الكويس. خدوا بالكم بيبقى في حاجات ب 3 جنيه وب 4 جنيه، انما ده سعره بره العرض بيكون 11 جنيه، ودوت خامته كويسه جدا وعملي جدا. طبعا معانا فوطين مطبخ، يعني ما نقدرش نستغنى عن فوط المطبخ سواء للتنشيف او هنشيل بيهم حاجه. معانا الجوانتي الحراري. بيكون معانا الجوانتي الحراري. الجوانتي ده كويس جدا بيخش الفرن، يعني ما تلاقيش منه وانت لابساه ان انت تتلسعي او حاجه زي كده. مخرطه الملوخيه برضو، الملوخيه مهمه جدا. قشاره السمك. خدوا بالكم دي قشاره بغطا، يعني القشر بيخش فيها. لو بصينا كده على قشاره البطاطس، القشاره بخزان، يعني مش جايبين اي قشاره. في قشاره طبعا بتكون ب 4 جنيه مش عمليه خالص. في قشاره اللي هي المترو برضو بتكون ب 4 جنيه بس عمليه وكويسه. بس ديت يعني بنقشر واحنا محافظين على نظافه المطبخ او نظافه الرخامه. بيكون معانا هراسه التوم برضو من الاساسيات. بيكون في حاجه قطاعه تقطع، وشياله ديت القطاعه، يعني لو بصينا على الحواف هنلاقيها حاميه ان احنا نقطع بيها. وبرضو تشيلي بيها بشاميل، تشيلي بيها بسبوسه، تشيلي بيها اي حاجه. فرش السمك ديت بره العرض عند الرحماني ب 9 جنيه. يعني تخيلي دي اللي بتتباع بره ب 15 جنيه وب 20 جنيه، الرحماني بيبيعها ب 9 جنيه. وطبعا داخل العرض بيكون سعرها اقل. بكون محتاج الملاحات زي ما حضراتكم كده شايفين. ديت ملاحة طبعا بشكل، في طبعا منها اشكال تانية كتير مختلفة. زي ما حضراتكم كده شايفين بيكون معايا ملاحتين الشيف. العرض سعره 700 جنيه. طبعا ده لمشتركين اليوتيوب، يعني العرض المشتركين
او المشتركين في قناه اليوتيوب. ادي ديت ملاحتين شيف، في منه الوان وفي اشكال تانية طبعا. بيكون عندنا المبشره زي ما حضراتكم كده شايفين، خدوا بالكم دي اللوكس بيكون في منها خام اقل، دي الخامه التقيله والكويسه. بيكون عندي الماسك السيليكون، يعني الماسك السيليكون ده انا اقدر استخدمه مع الحلل الستانلس، اقدر استخدمه مع الصواني الالومنيوم، استخدمه مع اي حاجه. بيكون عندي عصاره الليمون، بيكون عندي مقصين. بس لو لاحظتم كده هنشوف المقص الكويس الجميل زي ما حضراتكم كده شايفين، مقص خامته تقيله، يعني هو باين حتى من الصوره. يعني لو بصينا كده على المقص، مقص جميل جدا. وادي مقص تاني كويس برضو، المقص الستانلس كامل. لو لاحظتوا فهتلاقوا كل المنتجات اللي انا عارضها قدام حضراتكم ديت منتجات كويسه تقدري تستخدميها يوميا، من غير يعني ما يكون فيها بوظان او تكون ايه مش عمليه ان انت تجيبيها مره وتركنيها. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، واشتركوا في القناه عشان تاخدوا العروض اللي بننزلها اول باول، وتتابعوا العروض بتاعتنا. والى اللقاء في فيديو اخر.